السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة. هذه الوصفة يعني هي قديمة، غاتو تقليدي، فون دو تارت او شوكولا وكراميل، ولا أروع وزينتهم بالجوز. المناسبة من المناسبات كانت كوموند تاع وحدة خدمتها أنا وياها. نقولوا بسم الله ونبداو. كنت استخدمت 500 غرام تاع زبدة، كانت طرية بدرجة حرارة الغرفة، يعني طرية جدا، خليوها حتى ليلة كاملة برا. وكاس ونص من السكر جلاس المنخول، ورشه تاع ملح، وحولتهم الى بوماد، يعني خلطتهم مع بعضهم مليح واحدة 3 دقائق حتى 4 دقائق حتى نتحولوا الى بوماد. ومتزج السكر الكلاصي او السكر الرطب مع هذيك الزبده. هذه الكميه دارت لي 86 حبه. وهنا ضفت لهم 4 تاع بيضات وكيس من الفانيليا، او ملعقه كبيره للناس اللي عندها الفانيليا تاع الميزان. حاولت خلطتهم حتى يمتزجوا مع بعضهم، ومن بعد ضفت لهم مبشور ليمونه متوسطه، من المستحب يكون الليمون الاخضر بيعطيكم نتيجه مليحه. وخلطتهم كذلك مع بعضهم، ومن بعد ضفت لهم كاس ونص من المايزينا او انشا، وننخلوها بطبيعه الحال باش نحيو منها حبيبات تاع الرطوبه. وبعد ما نخلتها مليح ضفت لها ملعقه صغيره او نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه، باه اضطرينا فقط الفوندو طارت، ماناش باغيين هم يطلعوا كيما الصابلي. وخلطتهم مليح. ومن بعد ضفت لهم الدقيق بالتدريج. دقيق كنت نخلطه على برا، نخلوه حتى على مرتين بيعطيكم نتيجه مليحه. ونضيفوا الدقيق او الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون ما هي يابسه ما هي طريه، وما تعجنوهاش باصابع اليد فقط، باه ما تفزدلكمش. بعد ما تكونت عندي هذيك العجينه، هنا وريت لكم القوام كيف ما جاي. وبعد نقسموها الى قسمين، نحطوها في غلاف شفاف لمدة ربع ساعة في الثلاجة باه تريح. لقد ما تريح لقد ما راهو مليح. قسموها على قسمين أحسن. ومن بعد نجيبو كمية ونحطوها في المول، ونعبزو بصبعنا من تحت للفوق، ونحاولوا انه ما نديروها لا خشينة لا رقيقة، يعني نوازنوا بيدينا ونشوفوا بعينينا كيف ما. ونحاولوا نديروا فيها كذلك حفرة باه كي نجيو نحشيوها تجينا مليحة. شوفوا هنايا الطريقة كيف ما نحط بصباعي هذا الكبير ونحي، ومن بعد ما نعدلها شوية نولي نهز صباعي الكبير نحطه الفوق، وصباع اللي لتحت نحطه على على الوسط، ونطلع بالتحتاني ونعدل بالفوقاني. وفي نفس الوقت نرجع العجينه اذا كاين اماكن الفوق ما فيهمش العجينه والحروف تاع المول. بعد ما نحفروها كيما هك مليح باه كي طيب نعمروها مليح، نجيبوا الفرشيطه ونثقبوهم كامل باه كي نجيو نطيبوهم ما يطلعوا لناش الفوق وتفسد لنا الحبه. ونحطوهم في فرن مسخن مسبقا مده 10 دقائق فقط، قبل على درجة حرارة 180 حتى يطيبوا مليح. هنايا نقلبوهم، انا هنا كنت قاعده نخدم في كونتيتي كبيره فكنت نقلب فيهم سخونين. نتوما نورمال قلبوهم خليهم حتى يبردوا باه ما تتحرقوش، وطيروهم. شوفوا كيف نطيبوهم شويه رايحين للحموره باش يجيو بنان. ما تصفروهمش لانه مش راح يجيو ملاح، راح يديو لكم حتى ل 15 دقيقه. بعد ما يبردوا كليا نحطهم في سني كبير باه يعاونونا، ونحطوا فيهم نصف الكميه او اقل من النصف بشويه كراميل. هذا الكراميل كنت خادمته، راح نخلي لكم اللينك تاعو لتحت تحت الفيديو. ومن بعد ما جمد شويه الكراميل هذاك، جبت 300 غرام اللي هي 3 بارات تاع شيكولا، وحطيت لهم 6 ملاعق من الحليب عادي ما هو ولا بارد درجة حرارة الغرفة. وضفت لهم ملعقتين من الزيت وحركت وحطيتهم بجيه. ومن بعد درت الشربات عبارة عن واش فنجان سكر وفنجانين من الماء، وحطيتهم يغليو لمدة 5 دقائق، يعني خفاف خلاهم مع عصرة تاع قارص. ومن بعد حطيت فيهم هذاك الجوز وخليته شوية. ومن بعد قطرته، للأسف الفيديو تاع التقطار تنحالي. ومن بعد خليته يتقطر بجهة باه تنحالو هذاك العسل وتبقى فيه اللمعة فقط. وجيت عمرتهم بالشوكولا. هذا الجوز نديرولو كيما هكا في بلاصة هذاك الجل اللي يديروه باش يبقى يبري، يعني حاجه اقتصاديه كذلك تقدروا ديروها وتعطيكم نتيجه مليحه. نعمروا الفوندو طارت بالشوكولا، لكن مش للاخير لان راح نحطوا الجوز ولا فورم تاع لا طارت باش تجي مليحه لازم ما تتعمرش للفوق، خلا تتعمر شويه فقط. وخليتهم يجمدوا ليله كامله. غدوه الصباح شوفوا كيف ما جاو يهبلوا مذاقا وشكلا، يسخف. ومن بعد ما
نشف كليا كنت حطيته في الكيسات وحطيته في صحن التقديم، ما تخلوهش يطول، لازم يتكل في اقل من سمانه. لهذلك نصحتكم انه بتاع مناسبات فقط لانه فيه غاناج. وهنا حليت لكم حبه باه تشوفوا الطبقات تاع الكراميل والشوكولا كيف ما دايرين، وحاولت اني نقسم لكم حبه باه نوري لكم طراوته. ما نتمنى غير انكم تجربوه لانه راح يعجبكم بالبزاف، ودعونا معكم دعوه خير. اذا عجبكم الفيديو ابونيو عندي في القناه وفعلوا الجرس باه يوصلكم دايما جديد. نتلاقاو في عدد جديد، يلا سلام.